السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الرقاق بطريقة جديدة خالص وحشوة جديدة، بس انما ايه، مش حكاية خطيرة خطيرة خطيرة، حاجة كده فاخر من الاخر. وهعرفكم ازاي تطلع معاكم من بره مقرمشة وجميلة كده، ومن جوه طرية ومستوية مع الحشوة الجديدة دي. بجد خطيرة، خلت طعم الرقاق مختلف تماما خالص. يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه انزلي بالسمنه بتاعتك او اي الماده الدهنيه اللي بتستخدميها، ومعاها اللحمه المفرومه. تفضلي تقلبيها لحد اللحمه المفرومه ما لونها يتغير معاكي كده، وتبتدي ان هي تخش معاكي في السوا. انا بحب اللحمه المفرومه اعصجها بالطريقه ديت. بعد كده هكون فارمه جنبي معايا كده بصلتين كبار او بصلتين وسط كده، افرمهم كويس. ولما اللحمه معايا كلها تخش معايا في السوا كده، انزل بالبصل بتاعي عليها، بصل مفروم، وابتدي ان اقلبهم مع بعض كويس لحد ما البصل معايا برضو يبتدي يدبل كده ويخش معايا في السوا. انا بحب امشي الاكلات او كده خطوه خطوه، يعني مرحله مرحله، تبقى معاكي حلوه قوي. بعد ما البصل بتاعك يبتدي يدبل كده ويخش في السوا، انزلي عليها بمعلقه معجون طماطم وحطي معاها ملح. انا حطيت في الاول فلفل اسمر مع البصله. اول ما حطيتها مع اللحمه المفرومه حطيت معاها فلفل اسمر، فمش هحط تاني فلفل اسمر. حطيت ملح وبكميه بسيطه عشان هزود عليه اضافات. الاضافات دي اساسا حادقه. اول حاجه معايا في الحشوه ديت معاها سجق، هنزل عليها. هكون مقطعاه بالظبط، يعني الصبع على 3 او بالنص زي ما انت حابه حجم السجق بتاعك. وتروحي جايه مقلباهم مع بعض كويس جدا لحد ما ريحه السجق بتاعتك تطلع معاكي كده. حطي عليها بسطرمه كمان. بجد الحشوه دي مش خطيره، تحفه، طعمها حلو جدا جدا. نقلت اساسا الرقاق من طعم لطعم. يعني مثلا في اولادنا دلوقتي، معظم الجيل بتاعنا دلوقتي كله ما بيحبش دلوقتي الرقاق، وعايزين حاجات ايه كلها اطعمه والحاجات الجديده كلها. اعمليه بالطريقه دوت، مش هيطلبوه منك كل يوم. بعد كده تعالوا بقى نحضر صينيه الرقاق بتاعتنا. هنجيب عندنا الصينيه بتاعتك وادهنيها من تحت كده مسحه سمنه، وبعد كده بلي الرقاق بتاعك. طبعا الرقاق مش زي الجلاش، الجلاش بيتحط على طول، الرقاق بيتبل. فبليه بالمرقه، يعني الشوربه، شوربه بطه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، الشوربه اللي عندك متوفره بليها بيها. يا اما في ناس بقى بيحطوا ميه وعليها ملح ويبلوه بيها، بس الميه بتبقى سخنه. بس انا بفضل قوي طعم الرقاق بتبقى حلو. طعم المرقه لما بتبلي بيها الرقاق بتبقى حلوه قوي. فانا هنا عندي كمان المكان كان صغير، يعني مش مشكله، كسر معايا شويه، بس كله في الاخر اتجمع. حطيت 3 طبقات بالظبط من الرقاق، ما زودتش عن 3 طبقات عشان انا عايزاها تبقى خفيفه قوي ورفيعه وهشه وتبقى خفيفه كمان. فحطيت 3 طبقات، ومن كل طبقه وطبقه مسحه سمنه. بعد كده نزلت الحشوه بتاعتي وفردتها كلها عليها، ما حطيتش اي خضار خالص. كانت عباره عن اللحوم، مشكل لحوم بس كده. وبعد كده حطيت برضو، بليت بقيه الرقاق بتاعي، وحطيت برضو 3 ورقات من فوق، يعني 3 طبقات برضو من الرقاق، وبليته ما بين كل طبقه وطبقه. كنت بحط مسحه سمنه او دهنه سمنه كده من فوق. ويعني انا كنت بحط مع السمنه اللي انا عملتها دي خليط ما بين السمنه النباتي والسمنه البلدي. بعد كده خلصت صينيه الرقاق بتاعتي وقطعتها قطع مربعات صغيره، او قطعيها زي ما انت عايزه، بس انا قطعتها الشكل الطبيعي التقليدي بتاع الرقاق خالص. فقطعتها قطع مربعه. بعد ما هتقطعي الرقاق بتاعك كله، تخش في مرحله التسويه، ودي اهم مرحله. في الوقت اللي انا بقطع فيه الرقاق كنت مشغله الفرن على اعلى حراره. شايفين جمال الصينيه؟ خطيره. كنت مشغله الفرن بتاعي على اعلى حراره. وبعد كده الشوربه بتاعتي سخنتها مقدار صينيه الرقاق، ودي كانت اكبر صينيه في الحجم الصواني اللي عندي. حطيت عليها كوبايه الا حبه صغيره خالص من المرقه. طب انا اعرف ازاي المقدار الشوربه بتاعي على حجم الصينيه بتاعتي؟ انا بحط الشوربه بتاعتي، ولو حجم الصينيه صغيره بحط نص مج من الشوربه، ما بزودش. ولو حبيت ان انا ازود، بس ان انا ما ازودش من الاول. فهتحركي الصينيه بتاعتك وتديريها كده وتلفيها يمين وشمال لحد ما الشوربه تخش في كل الاتجاهات. شايفين الحبه الصغننين دولت؟ لما تلفي صينيه الرقاق وتلفيها كلها، يبقى يا دوبك هم دول حبه المرقه اللي باقيين فيها. دخليها الفرن على اعلى حراره اول نص ساعه، ما تهديش النار عليها وما تفتحيش عليها باب الفرن. اول نص ساعه ما تفتحيش باب الفرن عليها خالص. وبعد كده بعد النص ساعه تبتدي ان انت تفتحي عليها تشوفي السوا بتاعها. الرقاق هتلاقيه يستوى من الجناب، احمر بتاعه، يبقى هو كده خلاص قرب يستوى، مش هياخد وقت خالص. اول ما وشه يتحمر من فوق ومن غير شوايه، مش بيحتاج شوايه، هتلاقيه استوى خلاص وما خدش معاكي وقت بكتير. 40 دقيقه هتلاقيه استوى معاكي. من فوق وش بتاعه احمر ومن تحت استوى تمام. شايفين الجمال بتاعه؟ رهيب. عشان يطلع معاكي مقرمش من فوق ومن تحت مستوي، الحراره بتبقى عاليه على اعلى حاجه. لما يخش معاكي الفرن اول حاجه تبقى على اعلى حراره، هتلاقيه قب معاكي على طول وقرمش، وبقى مقرمش من فوق ومن قلب من جوه، بيبقى طري وطعمه بجد مش حكايه، خطير خطير بجد.
لو عجبكم الفيديو والطريقة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. اسيبكم بقى مع التحفة الفنية دي